السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله هكا تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم كيكه بالفواكه تجي بزاف بنينه وخفيفه كراف. نبداو على بركه الله. كيما راكم تشوفوا عندي زوج حبات تاع البيض، عندي لافاني، عندي وحده ياغورت بذوق الفانيليا، وحده خميره تاع الحلوى وزن 10 غرام، كاس تاع سكر نقصو 1 دوا، والزيت والفارينه. في الغيسيبيون تاعي نحطو هذوك زوج حبات تاع البيض. بالنسبه للزيت نديرو كيما درنا للسكر، نحو 1 دوا. هاد الكيكه تجي مشربه ونديروها غير بالفوي، يعني ما ديريهاش بالباتور. كيما هنا تشوفوا درنا البيض، درنا السكر، ودرنا لافاني. نخلطوهم هكايا، خلطوهم مليح مليح باش هذاك السكر يذوب مليح مليح. ولي تحب تستعمل الباتور تاني كي يجيها تمتم ساهل. كيما راكم تشوفوا خلطتهم مليح. دوك هنايا نزيدو هذاك الزيت. شتو كيفاش نخلط هنايا؟ نزيد كميه تاع الزيت اللي قلنا هي كاس نقصو 1 دوا. بنفس الكاس قيسي قاعدك المقادير ديالك. فوالا نخلطو تانيك مليح. تحبي ديري تانيك قشور الليمون ولا قشور البرتقال تانيك يزيدوا في البنه، تعطيك واحد النكهه بزاف هايله. هنا تانيك نديرو هذاك الياغورت. راكو تشوفوا درنا حاجه مور حاجه. نزيد تانيك نخلطهم، نخلطو مع المكونات. والفارينه نديرو 6 مغارف، 6 مغارف يكونوا كبار، يعني ماشي بومبي بزاف وماشي فارغين، يكونوا معمرين مليح. كيما راكم تشوفوا هنايا كنت غربلت الفارينه تاعي، ونزيد هذيك باكي تاع الخميره تاع الحلوى اللي هي وزن 10 غرام، ونخلط. ما كاش ما اسهل. راكم تشوفوا كيكه سهله بزاف بزاف، وكيما يقولوا توجد في وقفه، يعني الا جاوك ضياف تقدري تمتم ديريها. هنا الفور تاعي كنت شعلته على 180 درجه، وكي دخلت الكيكه تاعي نقصت له باش ما طيبليش من برا ومن الداخل تقعد خضره. نقصت له كي يقولوا حتى ل 160 هكاك درجه. نجيب المول تاعي هدايا، راكو تعرفوه كامل كيما يقولوا له المول العجيب. دهنته هنايا هكا بالزيت، ودوك نحط العجينه تاعي. كيما راكو تشوفوا، وهنا دوك نخبطها باش يخرجوا كاع هذاك الفقاعات ويخرج الهواء. هذيك الطريقه واضحه في الفيديو. خبطوها مليح ونحطها طيب حتى طيب لنا مليح. بالنسبه للكريمه انا درت بودره شونتيي، كان عندي نص كاس، وزدت لها الياغورت اللي يكون ليكيد. خيروا لي حبيتو، انا طلعتها بالياغورت جات بزاف بنينه. المهم تكون نفس الكميه. الياغورت انا درت الذوق تاع البنان كيما راكم تشوفوا هذا الياغورت، وكيما قلت لكم الذوق اللي حبيتو نتوما ديروه. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا راني نطلع فيهم حتى تولينا كريمه متماسكه. هنايا هاي طابت الكيكه تاعي، شوفوا طابت ما شاء الله. دوك خليتها تبرد شويه ونحيها باش نروح للمرحله تاع التزيين. كيما راكم تشوفوا لهنايا الفيديو هذا كان راح لي كي نحيتها. المهم درت لها لا كريم هذيك، ودرت هنا الفريزه كنت قسمتها على 2. والتزيين كيما نقولوا اختياري، كيما حبيتي ديري. انا درتها بهذه الطريقه. درت الفواكه اللي كانوا في عندي كيما البنان، التشينا، الفريزه، وزينتها بهذه الطريقه اللي جات بزاف شابه.
ومن بعد درت فوقها الناباج اللي هذا هو انا استعملت هذا بزاف هايل، يعني بخاتيك خير تروحي تسخنيه وتعاودي تواسيه، هذا يجي شغل في الشفاشه وكما نقولوا يحافظ لك على الفواكه ديالك. ومن الاحسن البنان ديري له القارص باش يقعد هكاك بيض. شاهدكم في الجنة ان شاء الله حباباتي، ان شاء الله تسيوها وتكتبوا لي في التعليقات لا عجبتكم، وما تنساوش تبارطاجيوها مع احبابكم. مع السلامه.